أثير لغط كثير حول موضوع طرح واحد يتكلم عن التعايش والإسلام. السؤال: هل يجوز نقول أن الإسلام مو بس هو الدين الصحيح؟ يمكن حتى النصرانية دينهم صحيح أو اليهود، بس احنا ما قرأنا كتبهم. يجوز نقول كذي؟ من أسس النقاش والتحاور مع أي طرف كان لازم تتفق على قاعدة تنطلق منها، الطرفين يتفقون، فراح نأسس قواعد ونمشي على هذه القواعد، والموضوع راح ناخذه من البداية وبكل بساطة عشان الكل يستوعبه. السؤال الأول اللي ممكن نوجهه حق الشخص: هل تؤمن بوجود رب العالمين؟ هل تؤمن أن الله سبحانه وتعالى موجود؟ طبيعي إذا مسلم بيجاوب يقول نعم أؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. حلو. 2: هل تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو خلق الكون هذا؟ أكيد نعم. فما دام الله سبحانه وتعالى موجود وهو اللي خلق هذا الكون، هل توقع خلق الكون وهدى لنا كذي احنا نتصرف فيه، ولا في ضوابط إلهية؟ فأنا الحين المفروض متفقين أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو اللي خلق هذا الكون وهو الحاكم لهذا الكون، يتصرف ويأمر وينهى. للحين كلامي فيه شيء غلط؟ ما أتوقع فيه شيء غلط، ما في أي مسلم يرفض اللي أنا قلته تو. الحين المرحلة الثانية أو السؤال الثاني: هل تؤمن إن الله سبحانه وتعالى بعث سيدنا محمد رسول ولا لا؟ فإذا مسلم إجابتك طبيعي بتكون نعم، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. سؤال: هل القرآن كلام الله ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه اللي هو القرآن يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والمقصود هنا النصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهذا أيضا كفر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأدلة على تكفير اليهود والنصارى كثيرة سواء في القرآن أو في السنة، فهل نحتاج نقرأ كتبهم ولا نسمع منهم عشان نعرف أن دينهم يمكن يكون صح؟ أكيد لا. الله سبحانه وتعالى يقول لك هذول كفار، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك هذول كفار، تقول لا بس خليني أتأكد، خليني أسمع منهم، خلينا نسمع من الطرفين. الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب نواقض الإسلام يقول: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. يعتبر كفر، بس طبعا ما تكفر يعني الشخص اللي يقول كذي، اللي يشك في الإسلام ولا يشك في دينه، ما تكفر، لأن موضوع التكفير يعني موضوع عظيم ولا ضوابط. يمكن هذا الشخص اللي قاعد يتكلم كذي أو اللي بهالمنطلق يمكن جاهل، يمكن متأول، ما يفهم. إنزين الحين خلصنا من موضوع أن الإسلام هو صحيح وهذول كفار. إنزين شلون تعامل معاهم؟ شلون تعايش معاهم؟ إنزين يعني هذول كلهم الحين اللي مو مسلمين كلهم بيدشون النار؟ لا يا أخوي، هذا الموضوع مو عندك، هذا الموضوع عند رب العالمين. الجنة والنار بيد رب العالمين. القاعدة العامة أن المشركين والكفار يدشون النار، بس ميزاننا احنا غير عن ميزان رب العالمين. الله سبحانه وتعالى حكم عدل. عشان المشرك أو الكافر يدش النار لازم تكون وصلت له رسالة الإسلام بشكل سليم وغير مشوهة والحجة تقام عليه. اليوم خلينا نفترض في أمريكي نصراني ولا يهودي ما وصلت له رسالة الإسلام بالشكل السليم، الإعلام يشوه، فهذا حسابه عند رب العالمين، الميزان عند رب العالمين، وهو يدخل الجنة وهو يدخل النار. ما يصير احنا نقول هذا يدش هذا ما يدش. زين، هل صحيح الإسلام مو دين تعايش، ما يتعايش مع الأديان الثانية والناس؟ شو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعايش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتعايش، ما كان يزور جار اليهودي يطمن عليه، لما مات ما كان درعه مرهون عند يهودي يتعامل معه. الصحابة والتابعين مع الفتوحات وانتشار الإسلام في هذه الدول والديانات المختلفة، مجوس بوذ، تعايشوا معهم. زين التعايش شلون يصير؟ التعايش يصير وفق الضوابط. أي ضوابط؟ الضوابط الإلهية. ليش إلهية؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو يحكم هذا الكون، ففي تعايش صح وفق الضوابط الإلهية، وفي تعايش غلط، وفي حرية صحيحة وفق الضوابط الإلهية، وفي حرية غلط. يا واحد قال يبقى حرية بتمشى سلط ملط كذي بالشارع مو لابس شيء، حريتي. لا يبقى مو حرية، هذه حرية غلط، هذه مو حرية صح. فالتعايش يكون في الحدود اللي وضعها الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأحد هذه الضوابط قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
فأمر الله سبحانه وتعالى الحاكم والمتحكم في هذا الكون يقول لك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يصير التعايش بدون الأمر هذا؟ لا. فعلى مثال الأخ أن التعايش أن نسمح حق المثليين يمارسون شذوذهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما فكرة أن هم عادي خلونا نصلي عندهم وهم إحنا ما يصير نخليهم، فهذا كلام ساذج. في دين وفي قوانين وفي آداب عامة. الحين أنا لو رحت دولة والدولة هذه ما تسمح أني أنا أصلي مثلا في الشارع ولا بمكان عام، راح أحترم قوانين الدولة. ما بيطول. الإسلام دين تسامح ودين تعايش ودين تقارب، بس ما يصير تبي تصير كيوت ودش بالطوفة. لازم الأصل في الأمور يكون شرعي. أما شيء تأليف من مخك تطلع مصطلح وغصب تبي تمشينا، ما يصير. تلخيص: الله سبحانه وتعالى موجود وهو خالق هذا الكون وحاكم هذا الكون، وهو اللي يأمر وينهى. والله سبحانه وتعالى فرض علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعايش والحريات كلها يصير في النطاق هذا. الإسلام هو دين الحق، وكل الأديان الثانية على باطل. النصارى واليهود يعتبرون كفار ومشركين. القاعدة العامة أن الكفار والمشركين يدخلون النار، ولكن الميزان عند رب العالمين هو من يدخل الجنة. ومن باب إنكار المنكر والواجب الشرعي على كل مسلم ما يصير نرضى الناس تستخدم المنابر الإعلامية عشان يبثون الأفكار الغلط. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولتوحيده، فهذا الأساس. وفي نهاية الكلام نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.